لما الاعتراض الآن وعلى هذا الإعلان الدستوري؟ لا كانت هناك بالفعل اعتراضات كثيرة، والموافقة هي نفس المنطق، منطق الأغلبية. يعني كما احتلوا 70% من مقاعد البرلمان بمنطق الأغلبية استغلالا لقواعد شعبية لم تمارس العمل السياسي وغير قادر على الاختيار بالشكل الصحيح للأعضاء، هي نفس المشكلة، أنهم أتوا بأغلبية الانتخابات واحتلوا مقاعد البرلمان، والآن يريدون التكويش على كل شيء، وضع الدستور حتى مرشح الرئاسة الذي قالوا أنهم لن يرشحوا أحدا أو لن يدعموا شخصا باسمه، بادروا الآن بترشيح شخص، وبدأت الأمور وكما ترى الانسحابات المتتالية للأشخاص. وجدوا أن خوض السباق الرئاسي لن يكون إلا في مصلحة الإخوان المسلمين. جميل. دعني أتحول هذه المرة يعني كي نفهم الموضوع أكثر وأكثر إلى الدكتور مصطفى سالم، أستاذ القانون الدولي. بداية